يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك، فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعي ميد راديو فين ما كنتوا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت المقاول. البرنامج طبعا اللي موجه لكل واحد عنده مقاولة صغيرة أو صغيرة جدا وباغي يطورها أو عنده فكرة لتأسيس مشروعه الخاص. صوت المقاول كيف العادة كيواصل الاستماع لكل تساؤلاتكم بهذا الخصوص، يعني أي سؤال كيخص عالم المقاولة كيف ما كان فالخبراء ديالنا راجل اشارتكم غادي يجاوبوا عليه. وقبل ذلك كيسعدني نرحب بالخبير والمستشار في دار المقاول مدينة وجدة سفيان العمراني. مرحبا بك سي سفيان معنا في ميد راديو. السلام عليكم سي جواد، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال وجدة. اذا نمشيو على بركه الله نستقبلوا معنا مكالمه هذه الحلقه ونقولوا الو. السلام عليكم. السلام عليكم سي جواد. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معايا؟ الاسم والمدينه عفاك؟ معك خالد من مدينة أكادير. مرحبا بسي خالد ومرحبا بالناس ديال غزالة سوس مدينة أكادير. تفضل خالد، شنو كدير في الحياة وشنو السؤال ديالك؟ أنا عندي واحد الشركة صغيرة على قد الحال، ومؤخرا وليت كنلقى مشاكل في الخلاص والخزينة. واش عندكم شي نصائح عملية في هذا الصدد؟ وشكرا. إذا بقى معنا السي خالد في الاستماع، أكيد الخبير ديالنا السي العمراني غادي يجاوبك إن شاء الله على هذه التساؤلات ديالك. شكرا لك. واخا شكرا لك. كان معنا المتصل خالد من أكادير، يعني عنده شركة صغيرة كيقول بأنه عنده مشاكل في الخلاص وفي الخزينة، وبغى شي نصائح من عندك السي سفيان بهذا الخصوص هذا. قبل الإجابة على السؤال ديال السي خالد، ما فيها بس نعرفوا مفهوم الخزينة. حسب التعريف الأكاديمي في الخزينة هي النتيجة ديال السيولة اللي عندك، أي الفوندرولمون ناقص احتياجات السيولة ديال الشركة، أي البوزوان أون فوندرولمون. الناتج ديال هذه العملية كنسميوه ولا كيعطينا الخزينة. يعني إذا كان الفوندرولمون كثر من البوزوان أون فوندرولمون كتكون الخزينة مزيانة وإيجابية، وملي كيكون الفوندرولمون قل من البوزوان فوندرولمون كتكون الخزينة سلبية. بصيغة أخرى، الفلوس اللي عندك خاصهم يكونوا كافيين باش يلبيو الاحتياجات اليومية ديال الشركة ديالك، وإلا غادي يكونوا مشاكل في الخزينة. إدارة الخزينة خاصها تكون عندك واحد الهاجس يومي بحال البيع، العلاقات مع الزبناء، الموردين إلى آخره. وخاص تعرف السي خالد بأن المشاكل ديال الخزينة كتقيس جميع المقاولات، سواء كانت صغيرة متوسطة أو كبيرة. وهذه المشاكل ما هم إلا نتائج الحقيقة ديال مشاكل داخلية في المقاولة ديالك، سواء عندك فوندرولمون ناقص وفي هذه الحالة خاصك تزيد فيه بضخ سيولة جديدة، أو رفع المبيعات، أو تحسين هامش الربح، أو عندك يمكن البوزوان أون فوندرولمون كبير، أي مصاريف كثيرة اللي خاصك تنقص منها عن طريق ترشيد النفقات ثابتة، أو تنقص من المخزون إلى غير ذلك. دابا في هذه الحالة هذه اشنو يقدر يدير باش تنصح السي خالد؟ اشنو يدير؟ المهمة ديالك السي خالد لإدارة الخزينة هي أولا تحترم الالتزامات اليومية ديالك مع الموردين، البنكة والخدامة. وثانيا خاصك تحسن من الخزينة عن طريق ترشيد النفقات ديالك، وباش دير هذا الشيء خاصك ضروري دير واحد الجدول ديال التوقعات ديال الخزينة اللي الهدف ديالو هو توقع الأزمات المحتملة للسيولة المالية، وبالتالي الحذر من حالة تعليق الأداء. في الواقع الكشف القبلي من قبل عن القصور في الخزينة كيسمح للمسير من البحث عن حلول بعيدة عن حالة الطوارئ، والاختيار والتفاوض القبلي حول أفضل الحلول للتمويل والاستثمار. وللإشارة فإن وضع كل التوقعات كيتطلب تعاون وثيق بين كل أفراد الشركة، واحد المعرفة جيدة للبيئة الاقتصادية والمالية. من بعد ما كتحط توقعات الخزينة لازم ما دير الخطة النقدية اللي هي عبارة عن القرارات الواجب اتخاذها إلا عندك خصائص كيفاش دير باش تسدو. وهنا عندك ثلاثة ديال الإمكانيات. اشنا هي الإمكانيات يا سي سفيان؟ تفضل. سواء البنك اللي كيقدم مجموعة من الحلول التمويل باش تقدر تطلب تسهيلات الصندوق لي فاسيليتيت كاس أو كريدي، أو تشوف الكليان اللي كتسلهم الفلوس، أو كحل آخر تطلب أجل إضافي ديال التسديد من الفورنيسور. أما إذا كان عندك فائض، هذه الحالة خاصك تشوف شنو الاستثمارات اللي تقدر دير به، سواء تخلص به شي كريدي إلا عندك، دير به شي استثمار شركة، أو تستثمر في البورصة أو في البنك. طيب سي سفيان، جميل هاد النقطات اللي دويتي عليهم كلهم مزيانين. كاين شي إضافة في هذا الخصوص هذا؟ النصيحة اللي غادي نعطيك السي خالد وجميع حاملي المشاريع هي التوجه إلى أقرب مركز دار المقاول للاستفادة من خدمات خاصة مجانية ديال المواكبة، والاستفادة من دورات تكوينية لإدارة الخزينة. ويمكن لكل مقاول زيارة المنصة الرقمية ديالنا
www.darulmuqawil.com اللي فيها واحد المجموعه من المعلومات، فيديوهات، دروس ونصائح ديال دار المقاول، حاضره ايضا في الفيسبوك عبر الصفحه انا معك، وايضا في يوتيوب عبر قناه دار المقاول. وكنشكركم بزاف. كنشكروك بدورنا سي سفيان العمراني، وذكر الخبير والمستشار في دار المقاول مدينة وجدة على كل هذا التوضيحات. نتمنى السي خالد من مدينة أكادير وكذلك جميع المقاولين يعني اللي عندهم هذا النوع ديال المشاكل أنهم يكونوا استفادوا من حلقة اليوم من برنامج صوت المقاول. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة مقبلة. هذا جواد الطاهري كيحييكم وكنقل لكم تحية عيدة شرادي اللي رافقتني في الإخراج. دوزوا بخير. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك، فيكم واثقون.